ده مش كب كيك، ده مافين حادق، هينفعكوا في أي خروجة سريعة وجوع أي وقت، والأهم بقى إنه كمان مناسب للانش بوكس الولاد. حطيت في بولة 3 حبات من البيض وعليهم شوية من الزيت ورشة من الملح والفلفل الأسود، وخفقتهم بقى كويس بالمضرب اليدوي. بعد كده ضفت عليهم ربع كوباية من اللبن الحليب وربع كوباية من الدقيق ومعلقة كبيرة من البيكنج باودر، ورجعت قلبت كويس لغاية ما الدقيق داب تماما ومبقاش فيه أي تكتلات خالص. هنا بقى الإضافة اختيارية، أنا حطيت جبنة رومي وجبنة موتزاريلا وشوية من التركي، حطوا بقى شوية من الزيتون أو الفلفل الألوان أو البصل، أي حاجة عايزين تضيفوها في الوصفة دي هتنفع معايا، بس طبعا هتعملوا المناسب ليكوا والولاد كمان بيحبوه. قلبت بقى كل الخليط مع بعض وجهزت قوالب الكب كيك، وعايزه اقول لكم انكم ممكن تعملوها كمان في صينيه عاديه من غير قوالب كب كيك. بعد كده وزعت الخليط ده في قوالب الكب كيك وعملت معايا تقريبا 9 حبات، وممكن طبعا تضاعفوا الكميه لو حابين تخلوها اكتر من كده. واخر اضافه حطيتها جبنه موتزاريلا على الوش ودخلتها في فرن ساخن مسبقا على درجه حراره 180 لمده تلت ساعه بالظبط. متاكده انكم لو جربتوها هتعجبكم، استناكم تجربوها بطريقتي. لو عجبتكم وصفه النهارده ما تنسوش اللايك والشير.